عارف انه لا حتفوزون ولا حتتعادلون، يعني هو خلق التحدي. يتصدر الوفد السعودي رئيس الاتحاد السعودي سيد ياسر المسحة، ولاحظوا في الزي الرسمي الموحد للمنتخب العربي السعودي إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي، حسين صادق نجم تاريخي مدير الفريق للكرة السعودية ومدير منتخب حاليا. يعني لو تلاحظون ترى على فكرة في اختيار ملابس المنتخبات او الزي الرسمي ما ترى هناك مصممين. ها حلو لبس بصراحة. اي لبس حلو جميل موفق صراحة، موفق لعيبتنا شخصية ترى موفق. حتى هيرفي رينارد لابس الزي الرسمي السعودي يا جماعة. هذا قدام، نعم هذا هو ما شاء الله، وكاشخ ما شاء الله عليه، ويعني امانه يعني بس الدقله متعوب عليه. اي نعم، هي تعتبر الزي الرسمي للشخصيات المسؤوله. حقيقه من الاشياء الحلوه المفرحه جدا هذا الزي السعودي، فخر بامانه، شيء راقي جميل جدا. خالد شفت الدقله هذه متى يلبسونها؟ في المناسبات. صحيح، في المناسبات الوطنيه يلبسون الدقله هذه الشخصيات المسؤوله، تتكلم عن الشخصيات الاعتباريه او حتى جزء كبير جدا من المجتمع. انا اقول انه فعلا يعني هذا احتفال انهم يصلون وحق العرضه لهذا الحدث. العرضه بعد حق العرضه هذه لا هذه لها رمزيه احمد. ها لها رمزيه انك انت نعم. جاي قطر كأنه فعلا في احتفاليه في شيء. هو شوف الجميل حتى المدرب عايشه نفس الجو، وهذا جميل. الطقم الزي الموحد على كل اعضاء الوفد السعودي، سعودي وغير سعودي، بما انك انت في الوفد الرسمي لابس الدقله ونازل حتى الجهاز مو كذا. انت شوف بدلي مدرب اجنبي ولبس نفس لبسك، معناه انت فنان في التعامل حتى الغرباء. لاحظ انا بس اعطيكم اشياء سريعه قاعد الاحظها الان على الهواء. في بروتوكول واضح، رئيس الاتحاد نزل مع اعضاء الاتحاد، بعدين نزل المدرب المدير الفني ومعاه فريقه، الان نزل قائد المنتخب ووراه اللاعبين، في بروتوكول معين ماشيين عليه. تنظيم جميل يا اخي. نعم تنظيم، وخصوصا ان صوره ينتظرها الجميع كذلك. نعم صوره